روان بنت جميلة قوية ناجحة، عندها 26 سنة، مديرة شركة ضخمة، لكن جواها وجع قديم. أخوها الصغير مالك اختفى من 14 سنة بعد ما تاه في مول، وكانت وقتها طفلة. ما نسيتوش لحظة. كبرت وهي بتحلم تلقاه، ودفنت الوجع جوه الشغل، وبنت نفسها من الصفر بعد ما أهلها توفوا في حادث. فضلت تدور عليه سنين طويلة، لكن مفيش أثر. وفي يوم وهي راكبت عربيتها رايحة الفرع الجديد للشركة، شافت شاب قاعد في الشارع بيمسح العربيات. عينه شدتها وقلبها اتنفض. وقفت فجأة وطلبت من السواق يرجع. استنى، استنى، وقف هنا. نزلت، بصيت له كويس، قربت أكتر، وشو كان متغير، لكن نظرة عينه نفس النظرة. اسمه مالك حسب ما الناس بتناديه. كان هو أخوها. رجعت بسرعة الشركة وقعدت تبكي بهدوء في مكتبها. قررت تختبره. بعثت الحارس الشخصي كريم وقالت له: خدوا الفيلة القديمة وخليه يفتكر إني شغالة خدامة هناك. عايز أعرف لو لقى أخته فقيرة هيساعدها ولا هيطردها. مالك قاعد لوحده وسمع روان متنكرة بتطبخ. بدأ يلاحظ إنها محترمة، كلامها راقي، وشكلها مش خدامة عادية. سألها: انتي بتشتغلي هنا من زمان؟ قالت له: من وانا صغيرة، ماليش حد، بدور على أخويا من 14 سنة. اتجمد مكانه وسألها بهمس: اسمك ايه الحقيقي؟ قالت: روان، بس ده سر. مالك وقف وقال: بصراحة حتى لو مش أختي انت شبهها جدا، ولو فعلا ضايعة كده أنا مش هسكت، مش هخليكي تشتغلي تاني. راح جاب كل اللي معاه وقال لها: خدي الفلوس دي وامشي، واعتبري نفسك أختي من النهاردة. بعد يومين بيت مالك في صوت خناق. واحد اسمه سيد اللي مأجر له البيت بيزعق وبيهينه: قوم من هنا، انت مش دافع، وانا ما بربيش شحاتين. وفجأة الباب يفتح بقوة. تدخل روان، لكن مش سماح. روان الحقيقية لابسة تشيك ووراها بودي جاردات. سيد يقول: انتي؟ قالت له: اتكلم بأدب مع أخويا يا سيد، ده أخويا اللي بدور عليه من 14 سنة، ولما لقيته اختبرته ونجح. بس انت ما استحملتش حتى انك تكون محترم مع إنسان بسيط. ثم تلتفت للبودي جارد: ادفعوا الإيجار اللي عليه وخدوا سيد ده بره. مالك واقف مصدوم مش مصدق. قربت منه، حضنته وقالت له: أنا روان، أختك يا مالك، وأنا آسفة،